نازل مصر اجازه شهر وراجع، هل تسجل تليفونك في المطار ولا لا؟ طيب معاك اكتر من تليفونين هتنزل بيهم مصر، هل هيتسجلوا الاثنين ولا واحد هيتسجل والتاني هيدفع عليه ضريبه ولا لا؟ اسئله كتير جدا بتجيلنا عن موضوع الضرايب. كنا عملنا فيديو من قيمه يومين ثلاثه عن اكتر 15 سؤال بيتسالوا معانا وجاوبنا عليهم، الحلقه كانت كويسه جدا. النهارده بقى هنعمل الحلقه الثانيه في اكتر من 10 اسئله مهمه جدا. كنا قلنا ان احنا هناخد الاسئله بتاعتكم والكومنتات بتاعتكم وهنعرضها، والنهارده معانا 13 سؤال عن موضوع الضريبه مختلفين عن الحلقه اللي فاتت. تابع معانا الفيديو للنهايه ويلا بينا نبدا الفيديو. معاكم خالد في فيديو جديد عن موضوع ضريبه الهواتف المحمول وعن كل الاسئله اللي بتدور في بالك وانت داخل مصر، او لو انت هتشتري تليفون سواء اندرويد سواء ايفون سواء اي نوع تليفون وهتيجي بيه الدوله العربيه وهتنزل بيه مصر، هل الموبايل هيدفع عليه ضريبه ولا لا؟ النهارده معانا اول سؤال، نازل اجازه شهر ونص، هل تسجل التليفون ولا ما تسجلش؟ طيب انت دلوقتي بتبقى جايب معاك تليفون الشخصي بتاعك، مش جايب معاك تليفونين ولا ثلاثه، وهتنزل اجازه شهر شهرين ثلاثه ايا كان وهتسافر تاني. طيب انت ممكن تستفيد في ان انت ما تسجلش تليفونك. ايوه زي ما بقول لك كده، ممكن تستفيد ان انت ما تسجلش تليفونك. ليه ما تسجلوش؟ انت هتقعد شهر شهرين، مجرد ما انت هتقعد الشهر شهرين هتستخدم الموبايل بالشريحه وهتعمل منه كل مكالماتك عادي جدا، مفيش اي مشكله، وهتسافر تاني. الموضوع خلص، مش محتاج ان انت تدفع الضريبه علشان انت مش هتقعد في مصر مثلا مده او هتستقر في مصر. الموضوع ده هيفيدك في ايه؟ هيفيدك ان انت لما هتيجي تنزل وقت ما هتستقر في مصر، ساعتها هتعرف ان انت تسجل التليفون بتاعك، وهتعرف ان انت كمان تسجل تليفون تاني زياده على التليفون الشخصي بتاعك. طيب ايه الميزه في كده؟ الميزه ان انت لو نزلت الاجازه الشهر ولا الشهر ونص دي وسجلت التليفون وسافرت وانت راجع تاني، لو معاك مثلا تليفون تاني هتقدر ان انت تسجله، ممكن يرخموا عليك، ممكن ما تعرفش ان انت تسجل التليفون بتاعك علشان خاطر انت سجلت التليفون في المره الاولى. فعلشان كده اي حد هينزل اجازه في مصر شهر شهر ونص، نزل زياره وراجع، بس الزياره دي اقل من 90 يوم، فما تسجلش التليفون بتاعك، انت هتستفيد بالنقطه دي. تاني سؤال معانا النهارده، انا اشتريت التليفون شهر 8 السنه اللي فاتت وسبته مقفول وشغلته شهر 4 سنه 2025، هل كده هيتقفل برضه وهينزل عليه ضريبه؟ طبعا هيتقفل وهينزل عليه ضريبه، لان اي تليفون اتفعل بعد 1/1 فهو اتفعل عليه ضريبه ونزل عليه ضريبه. كنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات، هسيب لكم اللينك بتاعه في اول الفيديو وفي البايو تحت الوصف بتاع الفيديو ده، اللي انت اي تليفون اتفعل سنه 2025 هيبقى عليه ضريبه. طب عشان تلغي الضريبه دي مش هيبقى قدامك حل غير ان انت تدي التليفون لحد مسافر وهو نازل بيه، طبعا هو هياخده ويسافر بيه وهيستخدمه عادي، وهو نازل هيسجله معاه في المطار كانه تليفون بعيد عن تليفونه الشخصي. طيب غير كده في حل تاني؟ لا مفيش حل غير ان انت تدفع الضريبه. طب في حل ان انت تعرف تدخل التليفون المطار؟ لا مش هتعرف تدخل التليفون المطار وتسجله، لان انت مجرد خروجك بره صاله المطار ما بتنفعش ترجع تاني، فبالتالي مش هيبقى في حل قدامك غير ان انت تدفع الضريبه وبس. كنا قلنا برضه في الفيديو اللي فات ان اجهزه كتير بتتوقف بطريقه عشوائيه، بيجي لها رسائل بطريقه عشوائيه، والاجهزه اللي المفروض اللي هي وقفت قبل 1/1/30 و31/12 والاجهزه اللي قبل كده كان اكتر من مليون جهاز اتوقف، المفروض ان هم هيشتغلوا يعني بعد يوم 10/7 او حد اقصى 10/7، فلسه برضه ما احناش عارفين هل فعلا الضريبه ساعتها اللي هي نزلت قبل 1/1 دي هتتشال ولا هتفضل موجوده. السؤال الثالث معانا، هل الاستخدام الشخصي تدفع عليه ضريبه؟ يعني انت لو نازل معاك تليفونك الشخصي هتدفع عليه ضريبه وانت نازل ولا لا؟ هتدفع عليه ضريبه في حاله ان انت ما سجلتش التليفون ده في المطار. ممكن تبقى داخل المطار وتحاول ان انت تسجله ما تعرفش، فتقول مش مشكله ابقى ارجع تاني في اي وقت اسجله. شفت مثلا زحمه في المطار او زحمه في المكان اللي انت بتسجل فيه التليفونات، لان طبعا انت مش هتخش تبقى انت الوحيد، لا بيبقى في غيرك كتير جدا واقف في
الطابور بتاعه ومستني اللي هو يسجل التليفون. فانت ممكن مثلا تزهق، خلاص هتقول انا هرجع تاني، للاسف مش هتعرف ترجع تاني تسجله. فالحاله لو انت ما دفعتش، لو انت ما سجلتوش داخل المطار، ساعتها مش هتعرف ان انت تسجله، خلاص كده هتدفع ضريبه. انما لو سجلته فده تليفونك الشخصي عادي، فمش هيبقى عليه اي ضريبه. بياخد منك صوره السيريال، لو انت جايب التليفون بالكرتونه بياخد منك صوره السيريال بيصورها على ظهر الكرتونه، او لو حتى من غير الكرتونه برضه بيصوروا، وبيصور جواز السفر بتاعك او الباسبور وبيضيفهم على السيستم، وبيبقى كده الموبايل شايف ما عليه الضريبه. طيب السؤال الرابع، بحاول ادفع الضريبه عن طريق البرنامج، اكتشفت ان الخط مش باسمي، ادفع ازاي؟ طبعا انت البرنامج ده عشان تدفع عليه برقم البطاقه بتاعك، وعشان تدفع عليه برقم التليفون، فممكن ما تعرفش تدفع لو الخط فعلا مش باسمك. فهتدفع ازاي في الحاله دي؟ في الحاله دي هتشوف حد اللي هو معاه البرنامج بتاع تطبيق تليفوني، هتحاول اللي هو يدفع لك من عنده، يضيف السيريال بتاع التليفون بتاعك، وهتظهر له ساعتها الضريبه كام. هيدفع لك عن طريق بقى انا فودافون، عن طريق فوري، عن طريق فيزا، او عن طريق انظمه كتير للدفع، وهتحاسب انت، او ممكن تشوف اي محل وهو هيدفع لك وهتحاسب انت. ولكن احذر اللي حد يقول لك مثلا الضريبه 5000، انا هعرف ان انا ادفع لك واخليها لك 4000، الكلام ده كله غلط. طيب موبايلك، السؤال الخامس، موبايلك معلهوش ضريبه وجات لك رساله الضريبه بتاعت 90 يوم، تعمل ايه؟ ناس كتير جدا بتسال السؤال ده، انت موبايلك معلهوش ضريبه. انا واحد من الناس اهو موبايلي معلهوش ضريبه، شاريه بقالك 2 3 ومفيش اي مشاكل، ولكن جات لك الرساله بتاعت ان انت لازم تاخد بالك ان في خلال 90 يوم الموبايل بتاعك هيقف لو انت ما دفعتش الضريبه. طبعا الرساله دي ما تقلقش منها، الرساله دي بتيجي بشكل عشوائي لكل الناس، مجرد ما بيبقى فيه اي موبايل في شريحه مصريه. في اجهزه كتير جدا بيجي لهم الرساله دي، وفي اجهزه ما بيجيلهاش الرساله دي، لكن نسبه 90 او 95% الرساله دي بتروح لكل الناس. انت ساعتها مجرد ما تكتب السيريال بتاعك وتكشف عليه عن طريق تطبيق تليفوني، هتلاقي ان جهازك معلهوش اي ضريبه، ولكن هي الرساله لازم تتبعت بشكل عشوائي، فما تخافش منها يعني عادي. السؤال اللي بعده، سجلت الموبايل في المطار، مجرد ما حطيت شريحه مصريه ابعت لي رساله الضريبه. بعد ما انت سجلته، يعني انت دخلت المطار وسجلت الموبايل عادي ومفيش اي مشكله، فانت ساعتها مجرد ما حطيت بقى فيه شريحه مصريه جات لك الرساله. زي ما انا قلت في السؤال اللي قبله، عادي ما تقلقش، دي بتبقى بتتبعت لكل الناس بطريقه عشوائيه، ولكن انت خلاص سجلت وانت عارف وشفت بنفسك ان التليفون مالهوش ضريبه، فبالتالي ما تقلقش من اي حاجه عادي. السؤال اللي بعد كده، سجلت الموبايل في المطار مع موظف الجمارك، وبعد ما رحت لقيت الموبايل عليه ضريبه وعملت شكوى ومش عارف اوصل لحل، في حل ولا لا؟ طبعا للاسف في الحاله دي مفيش حل. ناس كتير جدا حصل معاها نفس الموقف ونفس الوضع، وكان واحد برضه من ضمن الاسئله كان نازل ومعاه الباسبور الامريكي والباسبور المصري، وهو ادى الباسبورين لموظف الجمارك والسيريال، وقال له خلاص تمام كده انا سجلت. انت ما انتش عارف بقى هو سجل فعلا ولا ما سجلش، ما كنتش متابع، ما كنتش مركز معاه، او خلاص واثق ان هو سجل. هو ممكن يكون ما سجلش، ممكن يكون خد الصور ونسي يرفع الحاجه على السيستم. فللاسف مجرد ما هتمشي من قدامه، مجرد ما هتلاقي ان التليفون عليه ضريبه وتخرج بره المطار، مهما عملت شكوى هتقعد بقى في موضوع الشكوى ده بالشهور. يعني في ناس قاعده في موضوع الشكوى ده بالشهور ما بيوصلوش لحل. فانت وانت مع موظف الجمارك وانت واقف معاه قدامه، تاكد اللي هو سجل الموبايل بتاعك بدون اي مشاكل، تاكد اللي هو صور السيريال، صور الإيميل، صور كل حاجه معاك في الموبايل، وصور جواز السفر، وبعد كده سجل الموبايل بتاعك. وبعد ما هتخرج التسجيل ده عندهم المفروض بيتم في ثواني معدوده، يعني بتشوف تطبيق تليفوني بتلاقي ان الموبايل معلهوش ضريبه. وكمان لو معاك حد هيسجل لك التليفون وهيبعدك عن الزحمه، والموضوع ده هيعدي بسرعه جدا. ولكن لازم ما تمشيش من قدام الموظف غير لما تتاكد ان التليفون اتسجل. مجرد ما تمشي من قدامه وهتلاقي موبايلك عليه ضريبه، ساعتها انت مش هتبقى في معاك اي حل مهما عملت شكاوى.
والدي جايب تليفون، السؤال الثامن، والدي جايب تليفون ليا وهو معايا التليفون، هينفع يسجل الاتنين ولا لا؟ هينفع طالما هو معاه تليفون الشخص وهو جايب لك تليفون، هينفع. انت ليك موبايل كل 5 سنين مرة. السؤال التاسع، ينفع نسجل على تطبيق تليفوني ولا لازم التسجيل يتم في المطار؟ لا، تطبيق تليفوني ده مش بتسجل من عليه، هو مجرد وسيلة دفع اللي انت تدفع الضريبة من عليه، انما التسجيل كله بيبقى في المطار مش اكتر من كده. وانت نازل من بره مصر في المطار بتسجل التليفون بتاعك، انما التطبيق التليفوني ده بتعرف الضريبة بتاعتك كام عن طريق الايميل بتاع الجهاز، وبتدفع من عليه الضريبة بقى عن طريق، تدفع عن طريق فوري، انا فودافون، تدفع عن طريق المحفظة ايا كان المحفظة بتاعتك ايه، تدفع عن طريق فيزا، اي حاجة. هي الضريبة دي على الايفون بس؟ لا طبعا، الضريبة دي مش على الايفون بس، الضريبة دي على الايفون وعلى اندرويد وعلى اي جهاز هينزل من بره مصر. اي جهاز هيخش من بره مصر هيبقى عليه ضريبة، لازم يتسجل. الا بقى لو انت مثلا جايب جهاز مش محتاج ان انت تشغل فيه خط، جايب ايباد واي فاي بس، فمش محتاج ان انت تسجله ولا اي حاجه، لان انت لو سجلته هتضيع عليك فرصه تانية ممكن تجيب بيها تليفون، فساعتها هتبقى الفرصه راحت عليك. نازل بايباد واي فاي، نازل بحاجه مش هتستخدم فيها شريحه، فما تسجلوش. انا نازل مصر اجازه شهر وراجع ومش هستخدم الشريحه، هل اسجله ولا لا؟ جاوبنا على السؤال ده، كان اول سؤال معانا. لا طبعا ما تسجلوش، نازل شهر، شهر ونص، نازل زياره اقل من 90 يوم، فما تسجلش التليفون بتاعك. لو اشتريت الموبايل وما حطيتش شريحه، الضريبه هتنزل ولا لما احط الشريحه في الموبايل هتنزل؟ لا طبعا، انت اشتريت موبايل وما حطيتش فيه شريحه فمش هيجيلك الرساله ومش هيجيلك موضوع الضريبه، ولكن مجرد ما تحط في الموبايل شريحه مصريه او سم، مجرد ما تحط الشريحه هيجيلك رساله ان انت معاك مهله 90 يوم تدفع فيها ضريبه. انما انت لو جايب موبايل وبتستخدمه، الموبايل ده فيه شريحه وفيه واي فاي وبتستخدمه ومش محتاج ان انت تحط فيه شريحه، فمفيش اي مشكله خالص، مش هيبقى عليه ضريبه، لان هي الضريبه دي على الشريحه نفسها وعلى المكالمات، مش على الموبايل نفسه والواي فاي والكلام ده. فمجرد ما هتيجي تحط الشريحه، ساعتها هيقول لك معاك 90 يوم بس اللي انت هتسجل فيهم التليفون. اخر سؤال معانا، اشتريت موبايل بره مصر وحطيت شريحه مصريه وجات لي الرساله بتاعه الضريبه خلال 90 يوم، موبايلك هيقف لو انت ما دفعتش الضريبه، مع العلم ان انت اصلا بره مصر وهتنزل كمان سنه. انت برضو الرساله دي بتيجي لاي موبايل بيتحط فيه شريحه مصريه، سواء انت بره مصر او جوه مصر. طيب انت بره مصر ومش هتنزل بعد سنه او سنه ونص، حطيت شريحتك المصريه في التليفون، برضو ما تقلقش من اي حاجه، لان الرساله دي هتجيلك او بتتبعت كده اوتوماتيك مجرد ما انت بتحط فيها الشريحه. لكن انت بره مصر فالتليفون مش هيقف، انت لما هتخش جوه مصر ساعتها التليفون هيقف ولازم ان انت تسجله. انما انت بره مصر فمجرد ما الرساله بتجيلك عادي، هي بس علشان خاطر انت حطيت الشريحه المصريه في التليفون فلازم تتبعت لك الرساله دي، لكن غير كده الرساله دي مش هتاثر معاك في اي حاجه طول ما انت بره مصر. مجرد ما هتنزل مصر ساعتها لازم تدفع الضريبه خلال 90 يوم لو ما سجلتوش في المطار، غير كده هتسجله في المطار عادي، مش هيبقى فيه اي مشاكل معاك. كده احنا وصلنا لنهايه حلقتنا. طبعا لو ما عندك اي سؤال او اي كومنت اكتبه، لو السؤال بتاعك مثلا ما كانش من ضمن الاسئله دي اكتب كومنت وانا هحاول اجمع برضه اسئله تاني ونعمل فيديو تاني عن موضوع الضريبه بتاع التليفون. ولكن هو الموضوع خلاص يعني ما بقاش فيه اي حلول ليه، هو حاجه من الاثنين، موبايلك عليه ضريبه ما تسجلش في المطار يبقى هتدفع الضريبه. ايه هو الحل؟ تسجل الموبايل في المطار عن طريق اي حد مسافر وهينزل بالمطار، بس مفيش حاجه تاني غير الحلين دول. كان معاكم خالد ابو سيد، فيديو موضوع الضريبه بتاعت التليفون في مصر. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه. لو عندك اي سؤال اكتبه في الكومنت.